أعزائي المشاهدين، المرأة من حرقة روحها تعرف فلان مو إلها، تظل يعني شو تسوي وش تسولف. مرة من المرات حج دحام لاقاها على الغدير، على غدير الماي، فهي من حرقة روحها، هو شخصية وابن جواد ومحترم وجميل، يقولون عن حج دحام يقولون كان بدر. فهي ايش سوت؟ رادت انه يصير فراق بينها وبين حج دحام. هذا الفراق ما يصير الا بعد جرح، الا بعد صدام. فصاحت علي بصوت عالي على غدير الماي قدام الواقفين وقدام الواقفات، وهذا غدير ماي. فحج دحام بن حموله وابن جواد، وهاي ما لايق بي انه مر تصيح علي بصوت عالي قدام الناس. فانهضم حج دحام بيامها تو عازل عن ابوه، فيعني زحمه قبل يومين عازل، وتجي الناس وتقول له حج دحام صاحت علي مرة على غدير الماي وبالمكان الفلاني. استهضم حج دحام فكتب بيت ابو ذيه لصاحبه لهاشم آل حاشوش الله يرحمه، فكتب له قال له أون والون صحت مرضاها على مكرح روحي، مرضاها ترى العودة يا هاشم، ترى العودة يا هاشم مرضاها إيه السطت وإيه صاحت علي. وصل بيت الأبو ذيه لهاشم، فرد عليه هاشم ببيت أبو ذيه قال له الدنيا حكمت وفرضت ترمها على الجنت لهم بروحي، ترمها يا بن يبار ما تدري، يا بن يبار ما تدري، ترمها تحل بكيفها وتشد هي. أحبتي، هكذا كانت تعالج المواقف في الأبوذية، وسوف تسمعون الكثير فالكثير من هذا